حلقة جديدة من حلقات برنامج بطل في بطل. أنا عايز النهاردة أعترف لكم اعتراف إن أنا طول الأسبوع اللي فات وأنا بفكر في الكلام اللي ربنا ادهولنا الأسبوع اللي فات، مش بفكر في البطلة الجديدة بتاعة النهاردة. حقيقة عبيديا البطل اللي ربنا كلمنا فيه المرة اللي فاتت، أنا متأثر جدا بحاجتين في الموضوع بتاع امبارح. إن خدمته كانت خدمة فيها خسر، مش بس فلوسه، خسر عفش بيته، خسر كان معرض انه يموت، كان ممكن يخسر حياته، لكنه استمر في عطائه في التحدي الالهي انه يكمل خدمته بكل ثمن، لدرجة انه استدان من المرابي عشان يكمل خدمته وكمل عمل. الحاجة التانية اللي كانت شغلاني جدا طول الأسبوع، إن المرابي عينه على الخادم، عايز ياخد الولدين بتوعته، لكن عمره ما هيقدر يمد إيده عليهم. لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الأبرار. اطمئن على ولادك، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. ولما يسوع يدخل البيت، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. اطمئن، بس ما توعص كتير، ما تفضلش تأنب، ملكش دعوة، اتكل على الرب وعيش الحياة الأمينة وربنا هيباركك وهيمجدك. النهاردة مع شخصية جديدة، شخصية هنشوف فيها ازاي الرب بيحول اكتئاب إلى ابتهاج. وسعيد جدا جدا يكمل معانا خادم الإنجيل المبارك الأخ صبحي أبو سعود. متباركين جدا بالحلقات معاك يا أخ صبحي، وسعداء جدا بوجود الدكتور مارك ماهر معانا. احنا كل مره بيبقى معانا فعلا بيعمل فرق كبير جدا في العالم، مش كده؟ ربنا يبارك. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. شخصيه النهارده الرب حول بيها الاكتئاب الى ابتهاج، وده اللي كلنا عايزينه ربنا يعمله في حياتنا. ابليس بيحط علينا اكتئاب وضغوط كبيره، لكن ازاي هنشوف فيها انها اتحولت عن طريق سجودها للرب الاكتئاب للابتهاج. دكتور مارك، اسمها ايه؟ عشان انا اتعلمت اسم وطلع اسمها اسم تاني. احنا طول عمرنا بنقول حنة. ايوه. الاسم الدارج الغلط للاسف، لكن النطق صح حنة، ده النطق السليم يعني. وقصتها موجوده في صمويل الاول، لو حد عايز اللي يتابعنا يطلع كتابه ويكون بيشوف الشواهد. صمويل الاول الاصحاح الاول والثاني. طب احكي لنا كده ملخص سريع عشان بس يبقوا المشاهدين لو مش يعني الكتاب معاهم يبقى يعني لو انا حبيت الخص قصتها في عباره واحده، مش القصه نفسها. القصه موجوده، اي شخص ممكن يقراها في اي وقت. فهي قصه حتى وان بدات بمراره حرمان ام من الاولاد، وده حرمان قاسي جدا على الام، ولانها تقيه ومصليه فكان لابد ان تنتهي القصه باستجابه السماء بمولود خاص، هديه من السماء، مش اي مولود. مش اي مولود. اخ صبحي، ايه حاله حنا؟ يا ترى مؤمن مجرب ولا مؤمن محروم من العطايا الالهيه؟ والفرق بين الاثنين؟ بالنسبه لموضوع حنا، احنا عندنا مؤمن مجرب وعندنا مؤمن محروم من العطايا الالهيه. في فرق كبير ما بين المؤمن المجرب وما بين المؤمن المحروم من العطايا الالهيه. المؤمن المجرب شخص كان بيتمتع بعطايا من قبل الرب ومع الوقت اتحرم منها. المؤمن المحروم من العطايا الالهيه بينتظر عطايا من الرب لكن لسه ما جاش وقت وصولها في حياته. ففي فرق كبير ما بين الحالتين. ده حقيقي جدا. دكتور مارك، طب كم اخ صبحي ازاي بيفكر ويشعر الاخ او الاخت المحرومه من العطايا الالهيه زي حنا سوري اللي بنتكلم عنها؟ ممكن نبص على المؤمن المجرب ونقول عنده مشكله كبيره، وممكن نبص على المؤمن المحروم من العطايا الالهيه ونقول ده ظروفه اسهل من ظروف التاني، ونفتكر انه ما عندوش مشكله. لا، المؤمن المحروم من العطايا الالهيه عنده مشكله، ومشكله كبيره، وما نقدرش نستهتر بظروفه ابدا يعني، لان الطريقه اللي بيفكر بيها طريقه صعبه جدا. فهي كانت بتقول له ان ذكرت آمتك ولم تنسى آمتك واعطيت آمتك زرع بشر. لما تقول وان ذكرت آمتك ولم تنسى، يعني بنلاقي هنا ان هي وهي قاعده مع نفسها وهي بتفكر بتقول انا منسيه من الرب.
وعندنا 5 بيعانوا من مرارة العقم هنتكلم عنهم برضو. فالفكرة هنا ان المؤمن المحروم من العطايا الإلهية وهو قاعد مع نفسه بيفكر بيقول ربنا راضي عن الدنيا كلها لكن مش راضي عليا، لانه لو راضي عليا كان اداني زي فلان وزي فلانة. فبيحس ان هو منسي من الرب، ودي مشكلة كبيرة جدا. وانا عايز اقول ان ال5 اللي كانوا بيعانوا من مرارة العقم فكروا بنفس الاسلوب. احنا عندنا سارة، عندنا رفقة، عندنا رحيل، عندنا حنة، عندنا اليصابات. تمام. في واحدة منهم قالت الرب نزع عاري. تخيل، ده غير ان هي بتفكر ان هي منسية من الرب، هي عايشة. هنشوف في القصة قدام شوية في تجريح ومعايرة وحاجات كتيرة قوي. فال5 دول كانوا بيعانوا من مرارة العقم. فال5 كل واحدة فيهم حست انها مش غالية على قلب الرب. وانا عايز اقول لكل مؤمن النهاردة بينتظر الرب في عطايا، عايز اقول لك النهاردة يمكن انت بتفكر بنفس الطريقة، بس الرب ليه السلطان على تغيير المشهد تماما. لو احنا بصينا على واحدة زي سارة اللي قالت الله امسكني عن الولادة وقالت انه ما فيش فايدة، حتى لما خدت الوعد بعد كده بتقول أبعد فنائي انا انتهيت خلاص. فسارة الرب ادانا منها اسحاق. رفقة كانت عاقر وكان اسحاق بيصلي من اجلها، وبعدين الرب ادانا منها مين؟ يعقوب ابو الاسباط. تمام. تعالى بقى الرحيل اللي قالت الرب نزع عاري وكانت في الاول بتصلي يا عيني وتعبان، فالرب ادانا منها يوسف. تمام. لما نبص على حنة بقى الرب ادانا منها مين؟ صموئيل اعظم الانبياء. لما نبص على اليصابات الرب ادانا منها مين؟ يوحنا المعمدان. فالعطايا دي كلها عطايا عظيمه تشرف، من خلالها الرب عاوز ياكد لينا ان ما فيش حاجه اسمها مؤمن مش غالي على قلبه. كل ولاد الرب غاليين على قلب الرب. مش كون ان الرب استنى عليك في عطيه، مش كون ان الرب استنى عليك في عطايا تشك في محبه الرب ليك وتقول انا مش غالي على قلب الرب. انا عايز كل واحد النهارده يتشجع وينتظر مفاجآت عظيمه من الرب، ويقول له يا رب انا مصدق، والنهارده هخرج من الحاله اللي انا فيها ومش هفكر ان انا منسي، مش هفكر ان انا يعني حياتي هتنتهي كده وخلاص. لازم تتوقع من الرب مفاجآت عظيمه جدا. امين. قالت صهيون قد نسينا. ايوه. هل تنسى المرأة رضيعها؟ هاللويا هاللويا. أخ دكتور مارك، هل يكتفي الله بالحرمان من العطايا الإلهية ولا كمان بيسمح بالحروب والهجوم الشيطان لهذا المؤمن المجرب؟ أنا يعني عندي سؤالين بفكر فيهم مع أي شخص متألم ويفكر معانا. هل الله الحلو، الرب الحلو الجميل اللي كله صلاح، اللي بنغني بصلاحه، يصنع حرمان؟ هل هو مصدر الحرمان؟ ده سؤال. وإن كان هو مصدر الحرمان فلماذا يحرم؟ يعني هو بيعمل كده ليه؟ بيحرم ليه؟ الحقيقة إجابتي على السؤال ده واضحة جدا ومش محتاجة فراسة. يعني الله بيصنع حرمان، الله بيصنع حرمان مش بيسمح بيه، وتفرق. يعني لو بصينا في الأصحاح اللي احنا قلنا عنه في صموئيل الأول، الأصحاح الأول وعدد 5 بيقول ولكن الرب كان قد أغلق رحمها. تمام. يعني الرب اللي أغلق. إذن الله يحرم، الله بيغلق، عشان لو حد وصل له صورة مشوهة أو ناقصة عن الله، اللي هو بس بيدي وبيغرق الحياة وبتاع البركة على فكرة دي بركة. يحرم، يغلق، يمنع، بيعمل كل ده. بس السؤال بيعمل كل ده ليه؟ وأنا عارف إن الصورة دي في ذهننا يعني بتتضارب مع صورة. يعني نشوف في رسالة يعقوب مثلا الإصحاح الأول بيقول إن الله الذي يعطي الجميع بسخاء، يعني بيتكلم عن الله يعطي. في نفس الأصحاح يقول كل عطية صالحة وكل موهبة ما هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، زي ما قال الأخ صبحي. إذا لو ما ادانيش يبقى هو اللي قافل وهو مش بيحبني وفي مشكلة في صلاحه ويبدأ الحروب أو نسيني. بس اللي أنا عايز أشجع بيه كل شخص بيسمعنا، أشجع بيه نفسي من كلمة الله. الرب صنع الكل لغرضه. في غرض من الحاجة اللي بيعملها، ما هياش معمولة اعتباطا وما هياش معمولة تحت وطأة الظروف هي اللي لا. الرب يصنع أو صنع الكل لغرضه، والله عنده غرض عظيم من هذا الحرمان. هللويا. الملحوظة اللي لاحظتها، الرب اللي ادى الأولاد لفننا، صحيح؟ ولا هي اللي بقدرتها عملت كده؟ لا الرب اللي اداها الأولاد، والرب هو اللي بيدي الأولاد. الأولاد ميراث من عند الرب لأي شخص، لخاطئ أو مؤمن، لبعيد أو قريب، فالله اللي اداها. بس الفرق
ولاد فننة منه من الرب لكن مش له. حلو المؤمن اللي بياخد عطايا الرب وفي ذهنه الكل منه وله. ده صمويل. في فرق كبير من فرق كبير ما بين اولاد فننة هم من الرب لكنهم مش للرب، لكن احنا عايزين نحول بنعمة الله كل العطايا اللي بيديها لنا منه وله. ساعتها تبقى العطية ليها قيمة أبدية وليها قيمة لا تفنى. هللويا. يعني بس ربنا ممكن يكتفي بانه يحرم، ولا كمان بيسمح للشيطان انه يهجم بقى على المؤمن؟ مش كفايه انه حرمه من العطايا، لسه كمان ممكن يسمح للشيطان انه يهجم عليه، ولا كده كفايه بيبقى؟ العربيه بتشتغل بالبنزين مظبوط كده عشان تمشي. فالرب علشان يحقق اللي في الخطه ويحقق الهدف اللي هو عايزه، في اوقات يفتح العيار بتاع الضغوط النفسيه شويه. ايه اللي بيحصل بقى؟ المؤمن المحروم من العطايا الالهيه بيتعرض لحرب شرسه جدا من قبل العدو، وبيتجرح من اقرب الناس اللي حواليه. تمام. فهنا بنشوف مثلا فننة مكتوب عنها ايه؟ وكلما صعدت الى بيت الرب هكذا كانت تغيظ غيظا لاجل المراغمه، للتاكيد على الكراهيه والغيظ. تمام. التوقيت ده كان توقيت شيطاني. دي نمره واحد. نمره اتنين، الشخصيه اللي بتعاير هي داخله في شغلانه مع الخالق مش المخلوق، لان هي بتعايرها بظروفها، واخد بالك؟ وزي ما قال الدكتور مارك ان الرب اغلق رحمها. الرب هو اللي بيغلق وهو اللي بيفتح، لانه رجع بعد كده فتح الرحم مره تاني. يبقى انا لازم اثق تماما زي ما بيقفل هو بيقدر كمان يعمل ايه؟ الاتنين في ايده. خلاص. فبتتعرض لحرب شرسه جدا من قبل العدو، وبتتجرح من اقرب الناس اللي حواليها، ودي كانت مشكله كبيره هي بتعاني منها. لكن فكره الوقود او فكره ليه الرب بيسمح بالامر ده؟ الرب كان له هدف، عاوز يخرج صموئيل من قلب حنة من قبل ما يوصل. يا يسوع. فشوف الضغوط اللي حصلت دي وصلتها لايه. وكان اذ اكثرت الصلاه امام الرب دخلت في شركه قويه مع الله نتيجه الضغوط اللي عليه. وبعدين بدا صموئيل يخرج من قلب حنة من قبل ما يوصل. ان ذكرت امتك واعطيت امتك زرع بشر فإن أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه إيه؟ موس. ده عارية للرب، نزيل للرب. كل القرارات دي جت نتيجة إيه؟ نتيجة إنه الضغط اللي تعرضت ليه دفعها لكده. بس عايز أضيف حاجة عشان بس إيه؟ ناخد بالنا من حتة مهمة جدا. وسؤال، هل الناس اللي عايشة في الظروف السهلة هم أصحاب الفضل في كده؟ يعني هنا عندنا في المشهد فنانة خلفت وصادة واحدة ما خلفتش، فبتعيرها بايه؟ بظروف. فانا كاتب هنا بعض الحالات علشان بس ناخد بالنا من حاجه، انه الله لما بيكرم بحسب اكرامه هو، لكن انا مش صاحب الفضل في ان ظروفي كويسه واللي قدامي ظروفه صعبه. واخد بالك؟ في بعض الحالات ممكن نبص عليها كده، في واحده تطلع للدنيا شكلها حلو جدا، وواحده تانية جمالها متوسط او شكلها بحسب مقاييس الجمال الناس يقولوا عليها وحشه، فتلاقي الجميله بتعاير التانية وتقول لها انت وحشه. تمام. عندنا مثلا واحده خلفت، الثانيه ما خلفتش، اللي خلفت تعاير الثانيه وتقول لها انت عاقر. عندنا مثلا حاله واحده اتجوزت بدري والثانيه متاخره، فاللي متاخره يقولوا لها القطر فاتك، ودي بيجرحوها برضه. عندنا حاله مثلا واحد بيقلب في التراب يبقى ذهب يقولوا عليه كسيب، قصاده واحد بيفهم احسن منه 100 مره يقلب في الذهب يبقى تراب. ده ماشيه معاه بالمكسب وده ماشيه معاه بالخساره. لما تيجي تقعد مع اللي ماشي معاه بالمكسب، تبص تلاقيه وهو بيبص على اللي بيخسر يقول لك ده غبي ما بيفهمش، هو مش فاهم ان ربنا بيكرمه بحسب اكرامه. طلعت كام حاله كده بسرعه، واحد عنده طلع للدنيا صحته زي الفل، والتاني يقولوا عليه كشكول مرض فيعايروا بمرضه. عندنا عيله مثلا تخلف ولاد يطلع عندهم عيب خلقي، وعيله تخلف ولاد سلام. فانا عايز اقول ان التجريح والمعايره مشكله كبيره جدا، فلازم ننتبه للامر ده. ان انا لما تبقى ظروفي سهله اصلي من اجل اخويا، يا رب اكرم فلان زي ما اكرمتني. وقدام شويه هنشوف ازاي الرب بيسند
المؤمن قصاد الحرب الشرسه دي ما بين من الناس والعدو كمان يعني. حاسس الدكتور مارك عايز يضيف حاجه. لا اضيف ايه بعد اللي لا اتفضل. بس طبعا يعني هو شر عظيم جدا. شر عظيم مش سهل. مظبوط. ولا سيما لما يكون موجود في اجواء مقدسه، اجواء روحيه. يعني ممكن افهمه شويه في العالم الناس اللي بعيده عن الله تماما. مظبوط. شويه ما زالت اعمال جسد وقبيحه ورديئه اللي مذكوره في غلاطية 5، لكن لما تبقى اعمال الجسد موجوده في اجواء روحيه مفترض انها نقيه وفيها بقى ثمر الروح، المحبه والفرح والسلام، تبقى بشعه اكتر، بتبقى رديئه اكتر، كما لو كان لون اسود على لوحه بيضاء ناصعه، غير لو كانت اللوحه اصلا قاتمه ببعد الشخص عن الله يعني. دي ما كانتش فنانة بتختار المكان اللي تغيظها فيه الا فيه وهم طالعين يقدموا الذبيحه. ايه رايك؟ يعني المكان دوا والتوقيت دوا غريب زي ما قال الاخ صبحي من شويه، مقصود من الشيطان. الوقت اللي المفروض تفرح فيه وتتعزى فيه، طالعين نعيد، هم رايحين عيد. هو الوقت اللي يزيد فيه الضغط من ابليس ويستخدم هذه الامراه، فننا امراه شريره، وبنشوف ده للاسف بيحصل كتير. بس انا عندي ملحوظه في النقطه دي، وهي ان اسلوب فننا في غيظها ما كانش الاسلوب الواضح، لان نكون متخيلين خطأ ان هي كانت بتروح تعايرها بكلام مباشر تقول لها. اعتقد ان فنانة كانت تتفنن في اغاظتها لاجل المراغمه، يعني لاجل الاذلال والغيظ باسلوب كتير. يعني على سبيل المثال عندها عيال كتير، هي ربنا باركها بعيال كتير. تعالى يا واد ما انا ربنا باركني بيكم، كلام اللي هو بنسميه تلقيح الكلام. تعالوا هنا تلفوا حواليا ما انا من غيركم ما اسواش حاجه، وده اصعب. وهكذا. هذا الاسلوب الغير مباشر في اغاظه شخص اخر بنشوفه كتير بيحصل. وبعد كده لو جيت تحاسب الشخص ده وتقول له انت اخوك بيتغاظ، اخوك بيتجرح لما تقول كده، انا ما قلتلوش حاجه، هو انا كلمته، فهو عارف هو بيعمل ايه وعارف غرضه ايه وبيعملها بطريقه غير مباشره. شر رهيب جدا، والله ضد هذا الشر. اضيف حاجه مع طبعا احنا قاعدين قاعده روحيه حلوه. أمين. هو هنا في كلمه وكلما صعدت الى بيت الرب هكذا كانت تغيظ غيظا لاجل المراغمه. التوقيت ده نفسه خطورته في حاجه مهمه جدا يا دكتور مارك. حنا قالت ما حدش هيسندني غير الرب، وما حدش هيشجعني غير القعاد في محضر الرب. فبص حضرتك في المشهد هنا ايه اللي بيحصل. وكلما صعدت الى بيت الرب هكذا كانت تغيظها. يعني شايف الاثنين ماشيين مع بعض اهو، تمام. الغلطه اللي وقعت فيها حنا كلنا بنقع فيها. فدخلت في محضر الرب وواخده الشيله على كتفها، وواخده التجريح والمعايره على كتفها. فلما قعدت في محضر الرب المفروض انها تتعزى، تفرح، تتسند، تتشجع، تخرج من الحاله اللي هي فيها. خارجه من محضر الرب وبكت ولم تاكل. نجح ابليس في المخطط بتاعه، بس بمساعده مين؟ الامراه الفنانه. تمام. فهنا دي مصيبه، دي كارثه. ليه؟ لان الغلطه اللي وقعت فيها لما دخلت في محضر الرب، دخلت في محضر الرب وهي مغمومه تعبانه متجرحه، وبعدين ابليس نجح في انه يسلب منها السنده والتعزيه، واخد بال حضرتك؟ فبكت ولم تاكل. فالقانا بيقول لها ايه؟ يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تاكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ اما انا خير لك من 10 بنين. فهنا في المشهد ان هي ايه؟ بيقول لها يا حنة، يعني بيقول لها ايه الحاله اللي انت فيها دي؟ وبكت ولم تاكل. عارف معناها ايه؟ يعني في حاجه بينها وما بين الرب بتقول له ايه؟ لو انا غالي على قلبك خدني عندك. انت خلقتني علشان ابقى فرجه للناس واتذل بظروفي. انا هقول لك يا رب لا هاكل ولا هشرب وسهل عليك المأموريه واموت. فعلشان كده القانا كان ذكي جدا في الحته دي. بيقول لها يا حنا لماذا تبكين ولماذا لا تاكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ في حد يقعد في محضر الرب ويخرج من الحاله دي يا دكتور مجدي؟ استحاله. لكن الحرب كانت شديده جدا. الحاجه بقى اللي فيها عظمه الرب في المشهد قصاد الحروب الشديده دي، لازم الرب يعمل حاجه اسمها خطه دفاعيه. الخطه الدفاعيه دي من خلالها علشان اقدر اكمل، شوف امانه الرب بقى وعظمته هنا، يحط ايده في ظهر المؤمن علشان يديله سنده يقدر يكمل قصاد تجريح الناس، ويقدر يكمل قصاد الحرب الشيطانيه المكثفه. لان الشيطان ما يعرفش حاجه اسمها رحمه. وفي ناس كتيره الشيطان بيتجسد فيهم ما يعرفوش حاجه اسمها رحمه. فقصاد الحربين دول انا هقع، مش هقدر اكمل. فلازم الرب يروح مدي
سندة. السندة دي كانت فين بقى؟ تعال بص على القانة كان بيعمل ايه. ولما كان الوقت وذبح القانة أعطى فننا امرأته ايه؟ وجميع بنيها وبناتها ايه؟ أنصب. شوف بقى اللي جاي، وأما حنة فأعطاها ايه؟ نصيب. خد بالك، العاقل خدت نصيب ايه؟ 2. نصيب 2. وكان القانة يحب حنة. دي خطة دفاعية من السماء، من خلالها الرب بيحط ايده في ظهر المؤمن علشان يديله ايه؟ يديله سندة، يقول له كمل، فتاخد نصيب 2. تمام. وفي نفس الوقت وكان القانة يحب اللي خلفت ولا ما خلفتش؟ لا، اللي ما خلفتش. ما احنا كلنا نقول ان الولاد عزوة، واخد بالك؟ فالوضع الطبيعي الراجل ده كان يعمل كده، يحب اللي عملت له العزوة. لكن في نفس الوقت تلاقي الرب هنا في شغل بيعمله ما حدش واخد باله منه، واخد بالك؟ يديها نصيب 2. وكان القانة يحب ايه؟ حن. فدي خطة دفاعية من السماء، من خلالها الله بيحط ايده في ظهري علشان يقول لي كمل 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 كمل. لسه المشهد مش هينتهي على كده. الرسول بطرس كان بيقول له ايه؟ قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. فالرب قال له ايه؟ ابعد عن البر وادخل الى العمق. وفي العمق قال له القوا شباككم للصيد. قال له قد تعبنا الليل كله ولكن على كلمتك القي الشباك. انا عايز اقول بقى النهارده لسه فيها لكن، والكل واحد بينتظر الرب النهارده. انا بقول لك لسه فيها لكن، ولكن على كلمتك. المشهد مش هينتهي على كده، المشهد مش هيبقى كده وخلاص. انت يلي عاقر الرب هيخليكي منتجه، يلي فشلت في شغلك الرب هيكرمك ويحسن اليك ويحول كل فشل لنجاح. تعبنا الليل كله ولكن على لسه فيها لكن، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا السمك كان كثيرا جدا. اتفضل. أنا عايز أقول حاجتين اكشلي قبل ما أسأل أسئلة تانية. اتفضل. الحقيقة اللي حضرتك قلت يعني إبليس ومع كل هجومه والهموم والمشاكل اللي بتيجي المؤمن، انت قلت مشكلة ان بناخد مشاكلنا بندخل فيها محضر الرب. دي مشكلة كبيرة ودي مأساة. الكتاب قال لنا مرتين عند الهموم ملقينا كل همكم عليه. ملقين يعني اول ما يجي اخد الشيلة احدفه. يعني مش سلمه للرب، لا القيه. يعني اول احدف بسرعة، عشان اي وقت الهم والغم والاكتئاب بيمسك فيا. في محضر الرب بيهرب ايه؟ كل حزن وايه تاني؟ تمام. استقبل بقى من الرب الفرح، استقبل من الرب التعزية، استقبل من الرب السندة. تمام. هنشوف بعد كده في لسه قصة اصلها كبيرة. احنا هنكمل القصة، بس برضو عايز اقول ربنا هيدينا تكمل. في نعمه تغطي قوي قوي قوي، لدرجه لما يفهم بولس هو يختبر ده في حياته يغني، يقول لك اسر بالضعفات. كلمه غريبه جدا ما تتقالش غير من واحد عن اختبار حقيقي. يقول لك اسر بالضعفات، اختبر نعمه الله، قوه نعمه الله في حياته في هذا الظرف. فمش شرط كل حرمان او الم او وجع عندي اصلي له ابقى منتظر انه يزول او يسدد او الله يتدخل بالطريقه اللي انا شايفها. الله يتدخل بنعمه من عنده. هللويا. ده اللي انا عايز اوصله.
سواء عطى ما عطاش احنا بتوعته، لكن يعني مش هلوم الرب انه ما اداش. حضرتك قلت مش ممكن ما يديش الحاجه اللي انا بطلبها بالظبط، لكن هيدي نعمه ثانيه، هيعوض بطريقه اخرى زي ما حضرتك قلت من شويه. اضيف حاجه مع الدكتور مارك. الاسبوع اللي فات كنت بفكر في موضوع الرسول بولس والشوكه، فلقيت الرب بيعلمني درس خطير جدا. قال لي لما ما يتممش اللي انت بتقول عليه، قال لي لما ما بيكونش فيه استجابه خلاص، قال له تكفيك نعمتي، مش كده؟ لان قوتي في الضعف قال لي انا بدي كتف، الكتف اللي بيشيل ده بالظبط لو كان الرب استجاب وتمم الطلبه، الفرح اللي كان في قلب الرسول بولس، الفرح اللي جواه، وقالوا قبل يعني وهو في نفس الحاله، قال لك اصر، مش كده؟ لما واحد يقول اصر يبقى هو ايه؟ اخذ اختبار، مش كده؟ هو ما خدش اختبار لكن اخذ كتف ايه؟ يتحمل التجربه. وده اللي بيعمله الرب. عاوز اضيف بس نقطتين كده بسرعه مهمين جدا، واخد بال حضرتك عشان وقتنا بس. الحاجه المهمه جدا انه لما جه القانا بيقول لها اما انا خير لك من 10 عطايا، هل هي اتأثرت بالكلام ده؟ هل هي اتشافت من الحالة دي؟ لا ما اتشافتش. مظبوط الكلام ده. تعالوا بينا النهارده بقى تأكيدا لكلام مارك من شوية، ناخد بقى ايه؟ نبدل، نشيل القانا من المشهد. الرب النهارده بيدخل في عتاب. القانا كان بيعاتبها بيقول لها ايه؟ يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. أنا النهاردة بقى من خلال روح الله عاوز أخاطب كل نفس في نفس الحالة بتاعت حنة، وأقول له النهاردة شيل القانا من المشهد. والرب النهاردة بيعاتب كل نفس مكتئبة، بيعاتب كل نفس حزينة، وبيقول لي لكل نفس أما أنا خير لك من 10 عطايا. ليه يا رب بتقول كده؟ ليه النهارده بتوصلنا للحته دي؟ يقول لك كل عطايا، الزوج، الزوجه، الابن، العم، الخال، المال، كل ده ممكن يمشي من قدام عينيك، لكن مين اللي هيكمل معاك في الاخر؟ الرب. تعالى بس ناخد شاهد بسرعه كده اشجع بيه الحبايب. في تكوين 25 بص اللي حصل ما بين ابونا ابراهيم واسحاق. في عدد 5 بيقول ايه؟ واعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السرار اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه إلى أرض المشرق، ابنه شرقا إلى أرض المشرق، وهو بعد إيه؟ حي. المشهد ده بيقول إيه؟ أو الشاهد ده بيقول إيه؟ أبونا إبراهيم حب يأمن مستقبل مين؟ إسحاق. لما حب يأمن مستقبل إسحاق، حب يأمن مستقبله بإيه؟ بالفلوس. بالفلوس، بالمال. تمام. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له. والجماعة التانيين رضاهم بحاجة بسيطة كده ومشاهم خلاص. هنا الأب موجود في المشهد والميراث موجود في المشهد. تمام. ليه الرب بقى بيقول أما أنا خير لك من 10 عطايا؟ تعال بقى شوف اللي هيحصل في 26 وعدد 1. بص حضرتك في 26 وعدد 1: وكان في الأرض جوعا غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. هنقف عند عدد 1. هنا بيقول وكان في الأرض جوعا غير الجوع الأول. خلاص الموت جه وأخذ أبونا إبراهيم. المجاعة جت يا دكتور مارك وخدت إيه؟ وخدت الميراث. تمام. بص بقى في عدد 2، شوف عظمة الرب هنا. وظهر له الرب وقال ايه معناها دي بقى؟ يا اسحاق ابوك يرحل من قدام عينيك لكن انا موجود. خير ابوك يمشي من قدام عينيك لكن خير السماء موجود. فبيقول له ايه؟ وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر، اسكن في الارض التي اكل معك، تغرب في هذه الارض فاكون معك واعمل ايه؟ واباركك. وبعدين بدأ يشرح له اللي هيعمله له بعد كده. عدد 12 في نفس الإصحاح: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. بص بقى اللي جاي: فكان له. الخير اللي جاي ده جاي منين؟ من الرب. لما تروح لابونا إبراهيم يقول لك فكان له. اللي كان عند إبراهيم من مين؟ من الرب. تعال بقى لأنه ورث إسحاق المسيح.
واخد بالك؟ هنا بتتكرر تاني فيقول لك فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كثيرون فحسده الراجل اللي كان واصل لحالة الفلس، واخد بالك، وحالة الجوع. الرب اداله خير لدرجة انه هو الناس اللي حواليه بتحسده. فانا عايز اقول هنا ان الرب بيقول لك النهارده اما انا خير لك من 10 عطايا. النقطة الثانية اللي عايز اضيفها بسرعة معلش في عجالة كده، المؤمن اللي بينتظر الرب في عطايا بيقع في مشكلة كبيرة جدا. عينيه بتبقى مش على الرب، لكن عينيه بتبقى على عطايا، على ايد الرب. فلازم الرب يشيل عينيه من على ايديا ويخلي عينيا على الرب، عليه هو. ولازم يكون الرب هو الاول في حياتي. طب ليه يا رب بتعمل كده؟ يقول لك اصل لو انا اديتك عطيه وانت في الحاله دي هتخطف وتجري، هتنشغل بالعطيه وتنسى العاطي، ودي هتبقى مشكله كبيره. وهتاخد العطيه مش هتكون سبب بركه ليك، لان لازم الرب وهو بيباركني يكون الرب هو الاول في حياتي. لو المال كتير عندي والرب مش هو الاول في حياتي، المال ده يدمر حياتي، واخد بالك؟ لان عشان كده الكتاب بيقول لك حتى لان محبه المال اصل لكل الشرور. فهنا لازم الرب يرفع عينيا من على ايديه ويخلي عينيا عليه. ولما هيكون الرب هو رقم واحد في حياتي، الرب هيديني بدل العطيه كام؟ والعاقر ولدت 7. يعني اهو رقم ده في النشيد بتاعها، واخد بالك؟ تعال شوف بقى ازاي ليه الرب عمل كده وازاي ده تم. يعني شوف بقى، فقامت حنة بعد ما اكلوا في شيلوه في صمويل الاول صح الاول وعدد 9. وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نذرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مزلة آمتك وذكرتني ولم تنس آمتك بل أعطيت آمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. عدد 12 وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب. ده معناه إيه بقى؟ انها دخلت في شركه قويه مع الله يا دكتور مارك، واخد بالك معايا؟ وكان اذ اكثرت الصلاه. بقى مين هنا كل حياتها؟ الرب. بقى مين الاول في حياتها؟ الرب. طب صمويل لو جه يروح فين؟ ما هو ما بقاش في قلبها خلاص، لانه بقى عاريه للرب طلع. فهنا الرب اول ما اتاكد ان هي شالت عينيها من على ايديه وبقت عينيها على الرب، قال لها خلاص انت نجحت في الامتحان كده. فانا عايز اقول اللي بيشبع القلب هو الرب، والسند الحقيقي هو الرب. دول نقطتين بس حبيت اضيفهم بسرعه. انت جاوبت لي انا كده السؤال برضه حابب اسال ليه ربنا انتظر على الحرمان لحد ما نظرت صمويل؟ طب انا ممكن عشان اكمل في نفس السياق اتفضل. هقول يعني في حاجه شغلاني كده وهي تعامل، لانه زي ما حضرتك قريت تعامل حنة مع الموقف، تعاملت مع الموقف بتاعها. وعندي مقارنه سريعه ما بينها وما بين واحدة تاني كان عندها نفس الظرف ونفس الموقف، رحيل. فسميتهم سكة رحيل وسكة حنة. وأي حد عنده حرمان بيبقى عنده سكة بيحاول يحل بيها، بيبقى عنده طريقة بيحاول يغير الحرمان اللي عنده. فلو عايزين نشوف رحيل عملت إيه، واحدة غايب الله تماما من المشهد من ذهنها. في تكوين وأصحاح 30 وأول عددين أو 3 أعداد من عدد 1 لعدد 3. سفر التكوين أصحاح 30 من عدد 1 بيقول فلما رأت رحيل أنها لم تلد، أيوة نفس المشكلة ليعقوب، غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب رايحة للشخص الغلط، الله غايب تماما من ذهنها، رايحة تقول ليعقوب هب لي بنين الراجل وإلا فأنا أموت. الراجل اللي فاهم طبعا حمى غضب يعقوب على رحيل. أيوة. وقال ألعلي مكان الله. يعني يا ست عقلي الطلبة دي تطلب من واحد بس. أيوة. وبعدين حضرتك لو جاية تصرخي في وشي المشكلة يعني لا مؤاخذة مش فيا، إنجاز التعبير يعني، فأختك في بنين فالمشكلة فيكي، فروح إلى الله. ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن. بص واحدة غايبة عن الله تماما، كلمة الله دي ملهاش أي وقع على أذانها. فقالت هوذا جاريتي، بقول لك الله، بص ردها تقول له ايه؟ فقالت هوذا جاريتي. الحل البشري، الناس اللي بتسعى لحلول مشاكلها بالطرق البشريه وتقول له صلي، الموضوع صلي، روح كلم ربنا، يقول لك امين هنصلي، ما كلنا بنصلي، ما زال بيحاول الحلول البشريه. بقول لك الله منع عنك، تقول له هوذا جاريتي بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي.
وارزق انا ايضا منها. برضه هي اللي هترزق. يعني هل انا ههب ليكي؟ لا انا اللي بهب ولا هي اللي بترزق. افهمي يا كل رحيل مصرة تفضل بعيدة عن الله وعايزة تحل مشكلتها. وارزق انا ايضا منها بنين، وحتى لو جه بنين من بيلها مش هيبقوا اولادك وعمرهم ما يسدوا الفراغ اللي عندك. فمحاولاتنا لازداد احتياجاتنا وحرماننا عمرها ما تسد الحرمان الحقيقي. محاولات كلها بشريه. بص بقى المحترمه التقيه اللي احنا بنتامل فيها النهارده، الاعداد اللي قراها الاخ صبحي. فقامت حنة، عجبني فيها حاجه جدا. الراجل جوزها محترم بيحاول يشجعها، محاولات واضحه في الاعداد. فقال القانا رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تاكلين؟ قومي اليس انا خير لك من بيحاول يشجع. ما ردتش ولا قالت له ولا كلمه، ما قالتلوش شكوتها. عدت جوزها، ده المشهد اللي انا شايفه. راحت عند الكاهن، عدت الكاهن، عدت الخادم بقى اشكي وخليه يصلي لك. عدت الكاهن ورايحه لواحد عارفانه. لا هشكي الناس ولا هشكي حتى الخدام. رايحه لواحد. طب رايحه له هو ليه؟ بتقول انا رايحه له لاني عارفاه. ولانها عارفاه. اول كلمه نطقت بيها بتقول كده: ونزلت نزرا وقالت يا رب الجنود. هو ده اللي في ايده الحل. ودي بتتذكر مهمه قوي، اول مره تذكر كلمه رب الجنود. يبقى في تعليق عليها: يا رب الجنود، يا اللي عندك القدره تخلق من العدم، يا اللي عندك القدره تحفظ، انت رب الجنود، ما ينفعش اروح لحد غيرك. فسكه حنة دي لو اتطبعت في قلوبنا كمؤمنين، لما اتعرض لاي حرمان واي مشكله اروح له هو، لاني عارفه. بتعجبني الترانيم اللي احنا دايما بنرنمها ومرات بنخيب نعيشها للاسف. الترنيمه الجميله اللي اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. بس لما اتحط في موقف حقيقي بروح ليسوع، ولا بروح ادور على حلول تانية، ولما اتزنق افشل خالص هروح له. الترنيمه الجميله اللي بيقولها المرنم الحلو: ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك. ربي علمنا السكه بتاعت حنة. امين. اضيف بس الشاهد ده مع مارك كمان في تكوين 16 بيقول ايه في عدد 2: فقالت ساري لابرام هوذا الرب قد امسكنا عن الولاده. ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. فسمع ابرام لقول ساري. الحلول او ان انا ابحث عن حل وانا في حاله الملل وانا بنتظر الرب اوقات بنمل. فلما تمل صلي وقول له يا رب حط في قلبي ثقه جديده ان انا اكمل. امين. لكن لو انا مليت واخدت القرارات دي بدفع فيها ثمن غالي بعد كده. صحيح. دي مشكله كبيره. لازم وانا بنتظر الرب عندي ثقه ان الرب هيعمل حاجه، يدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجود. لازم يكون عندي الايمان ده، الايمان ده بيفرح الرب كمان. امين. طيب انا حاسس انه صحيح، بس واحنا بنتكلم عن صلاة حنة انها كانت بتصلي بتتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان. انا حاسس ان جوه قلبها كان صرخة كبيرة قوي، كان عندها صرخة مكتومة. اتكلمنا عن الاحساس هذا اخ صبحي، وهي زي ما قال مارك من شوية ان هي والرب ما لهمش تالت. فهي حاطه نفسها بالحاله دي قدام الرب يا دكتور، واخد بالك معايا؟ حتى علي الكاهن ما قدرش يعرف ايه اللي بيحصل، واخد بالك؟ فدي كانت مشكله كبيره. فهو بيقول لها ايه: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. قالت له: لم اشرب خمرا ولا مسكرا لاني امراه حزينه الروح، واخد بالك؟ فبدا معالي هو اللي يفوق حنة هي اللي عملت ايه؟ بتفوقه. هي اللي بتفوقه، بتقول له انا مش واحده شريره، واخد بالك؟ وبعدين حنة كانت داخله في حته كمان، هي بل اسكب نفسي امام الرب. مره سمعت واحد قال لك ان سكيب النفس ده عصير الصلاه، الذوبان في الرب. لما تحط معلقتين سكر جوه الشاي كده وتقلب، واخد بالك؟ الواحد بيبقى داخل في حاله غريبه جدا. بل اسكب نفسي امام الرب. فكان عندها صرخه اسمها صرخه مكتومه. الصرخه المكتومه دي يسمعها الرب بس، لكن اللي حواليك ما يقدروش يفهموها ولا يترجموها ولا يترجموها ويهاجموك زي ما انت عايز تقول قول. لكن الرب شايف الحكايه دي، واخد بالك؟ فبدات تعمل ايه؟ بدات هي اللي تفوقه، واخد بالك معايا؟ فعلشان يصلح الغلطه بتاعته قال لها ايه؟ اذهبي بسلام
وإله إسرائيل يعطيك سؤله الذي سألتيه من لدنه. تمام. تعال بقى بص على المشهد بعد كده ايه اللي حصل قدام حضرتك الشاهد اللي هو بتاع ايه؟ بتاع وهي بتسيب عالي. فأجاب عالي وقال اذهبي بالسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتيه من ايه؟ من لدنه. طيب فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد ايه؟ مغيرا. طيب هناك في محضر الرب وهي خارجه كانت ايه يا مارك؟ كانت فبكت وهي المشهد الاولاني وهي في محضر الرب فبكت ولم تاكل. ونجح ابليس انه يعمل ايه؟ يسلب التعزيه منها والفرح. مظبوط. هنا ايه اللي حصل بقى ايه؟ وهي خارجه هنا بقى بتقول ايه؟ الوحي بيسجل عنها ايه؟ فاكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. طب في فرق بين الحالتين؟ ده كتير. ده هناك كانت ايه؟ وبكت ولم تاكل، بترفض الحياه، عايزه تموت. هنا بقت مقبله على الحياه. وده الفرق لما بنبقى في محضر الرب وقلبنا مليان ثقه في الرب، بنعيش حاله انتصار. انتصار على ابليس، انتصار على الواقع المر اللي احنا عايشين فيه، انتصار على اي حاجه ممكن بتكون بتسبب لي نكد وتعب. واخد بالك؟ فحنا هنا مكتوب عنها ايه؟ فاكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. كل اللي حصل انها فاقت لنفسها. قالت ايه المنطقه اللي انا كنت فيها دي؟ انا وانا بنتظر الرب اعيش مكتئبه وحزينه واتحط في سجن اليأس والفشل. انا لازم اخرج من السجن ده. فبدأت تعمل ايه؟ بدأت تبص على السور اللي حواليها. دكتور مجدي اكتشفت ان السور عبارة عن خيوط عنكبوت. واخد بالك؟ فبدأت تهدم السور اللي حواليها وخرجت وقالت الرب اللي بيدعو الاشياء غير الموجودة كأنها موجودة، انا بالايمان اخذت صموئيل منك يا رب. وده اللي بيطلبه منك الرب النهارده وبيطلبه منك، ان انت بالايمان تصدقي، ان انت بالايمان تثق في الرب، ان انت بالايمان. انا مش عارف مين صموئيل بالنسبه لك او مين صموئيل بالنسبه ليكي. زي ما قال الدكتور مجدي كل واحد بينتظر صموئيل من الرب. بالظبط. ممكن الطلبات تختلف والامور تختلف، لكن لازم وانا بنتظر الرب النهارده اقول له يا رب انا بعلن عن صدق مواعيدك، انا بثق فيك يا رب. انا ظروفي مش هتبقى كده، لكن انا واثق انك هتعمل حاجه جديده في حياتي. وكون ان الرب بيشجع نفوس النهارده، يبقى كمان مش هنستسلم للواقع اللي احنا عايشين فيه، لكن ننتظر الرب ونصبر له، والرب ليه السلطان على تغيير المشهد تماما. بس على فكره في حاجه مهمه جدا. العطايا بتيجي وقت الفرح مش وقت الحزن، لان وانا مصدقه دي محسوبه عند الرب كمان. بعدين نكمل بعد شويه. هللويا. علي الكاهن اهان حنا وقال لها حتى ماتي تذكرين انزعي خمرك عنك. ازاي العملاقه دي قدرت تحول من الاهانه دي ان يقول لها اذهبي بسلام واله اسرائيل يعطيك سؤلك. بصراحه واحنا بنتكلم عن حنا يعني بصدق، يعني ده شعور انا شعرته وانا حتى بقرا في الشخصيه دي تاني. حاسس ان انا واقف على ارض مقدسه. ومش بقول كلام كبير بجد يعني، عشان فعلا بصدق حاسس ان انا يعني واقف على ارض مقدسه. محتاج اخلع نعليا، محتاج احترم الشخصيه الرهيبه دي، ومحتاج اتوحد معاها، ما يبقاش في حاجه تفصلني عنها عشان اتعلم منها بصدق. ما هياش دروس جافه بناخدها معلومات، انا بتوحد مع شخصيه بشترك معاها في الامها، فبتعلم منها بجد دروس لحياتي محترمه جدا. الراجل واضح من حكمه الظاهري، وده الخادم اللي بيبقى ايديه مش في الشغل. معلش تعليق على علي الكاهن مع احترامنا الشديد للشخصيه التقيه، شخص تقي على فكره، لكنه الشخص اللي مش في الشغل وايديه مش في الشغل بتبقى صوابعه فاضيه انه يشاور بيها. ما ياما الواحد ايديه في الشغل وما عندوش وقت فاضي يشاور ويصنف الناس والخدام اللي حواليه، ده ايده في الشغل، ده ايده في المعجنه ألم الناس ووجعهم. ما الباشا كان جالس، لكن ده جالس على الكرسي. واضح ان في كرسي اتعمل له، على فكره غريبه كلمه الكرسي، كرسي اتعمل له قاعد يرتاح، مع انه مش مسموح ان اي كرسي يكون في خيمه الاجتماع. وبالطبع يوسيفوس على فكره يقول، يوسيفوس المؤرخ اليهودي بيقول ان هو في الوقت ده وهو عايش سلم رئاسه الكهنوت لابنه الكبير، يعني كان موجود مع ان الكهنوت بينتقل بعد وفاته. بس الراجل واضح ان هو انا تعبت في الخدمه وقاعد، فلما الايد ما فاضيه الصوابع بقت جاهزه تشاور، فراح حكم بالظاهر عليها،
فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك. هو شافها امرأة حزينة على فكرة ومرة النفس، بس واضح انه بيشوف نوعيات كتير من الناس اللي بيحاولوا يحلوا مشاكلهم بالخمر والسكر، حاجة تنسينا شوية. خلونا بس نهفن، خلونا نخرج خروجه، خلونا كده نشم نفسنا شويه. هو ده حلول المشكله. واضح انه شاف كتير من النوعيه دي، فبقى كل ما يشوف حد يتخيل ان هو بنفس النوعيه. واضح ان الزمن ده ما بقاش فيه اتقياء كتير زي حنا بيروحوا يصلوا للرب. ما بقاش يعني مش ده الانطباع الاول اللي جه لذهنه. الانطباع الاول اللي جه لذهنه ان واحده بتسكر فكان كلامه صعب. اجابت حنا بقى قالت له لا يا سيدي، لم تفقد اتزانها واتضاع قلبها رغم انسحاقها. وده صعب مش سهل على فكرة. لم تفقد اتزانها في الإجابة على الراجل لا يا سيدي. مرات تحت وطأة الألم لما حد يجي يلمسني وأنا متألم قوي قوي ومحروم، أقول له يا عم هي ناقصاك. بيبقى رد الفعل الطبيعي هي ناقصاك. طب احنا سايبينها، أنا مش جاي أصلي تاني، أنا مش رايح على الاجتماع بتاعكم ده تاني، أنا مش جاي لكم تاني هنا. هو أنت بتجيلي أنا؟ يعني واحدة عندها اتزان غير عادي وهي في محضر الله رغم حرمانها، تقول له إني امرأة حزينة الروح. في العبارة دي 3 كلمات، امرأة حزينة الروح. بشوفها لخصت حالتها كلها في 3 كلمات دون مغالاة، ما وسعتش الموضوع، ودون إنقاص من حجم الموقف. يعني مش بس بتحاول تغطي وانت مالكش دعوة، ولا في نفس الوقت حاول تقول وانا لا، أنا امرأة حزينة الروح. لخصت حالتها بكلمات في اتزان غير عادي في الشخصية دي. الحل البشري اللي شايفه هنا ان الناس بتشرب وتسكر، اي حاجة تنسي. مش بتكلم على شرب خمور فقط، لكن اي حاجة تلهينا شوية عن المشكلة. الحل الالهي سكبت نفسها زي ما قال خادم الرب امام الرب، ده الحل الالهي. هو هنا برضو كانت شاربة كاس. ايوه اتفاجئنا بحتة من الكاس. ايه بقى؟ الهم والغم، وبتقول له من كثرة ايه كربتي. يعني في اوقات بنوصل لحالة، واخد بالك، بيبقى فعلا شكلنا من كتر الهم والغم والتجريح والمعايرة والتعب بنبقى خلاص مش قادر تنطق. اخي صبح دي قلبها بتتكلم في قلبها، مش قادر تنطق. ودي اخطر حاجة بنقع فيها اوقات في مؤمنين وهم بينتظروا الرب. كنت بدخل لما كنا في بلد في الصعيد، انت عارف بيعملوا جدول كده للخدام في الاستضافه، يعني ده هيوكل الصبح ده الظهر كده يعني. فالمهم اخت يعني كريمه جدا محرومه من الاطفال، واخد بالك يا دكتور مجدي. وبعدين كذا مره وانا في البلد دي يبقى عليها البرنامج تستضيفنا، بس دايما ابص عليها الاقيها حزينه جدا، بس ما كانش عندي الجرأه اقول لها انت حزينه ليه؟ انا عارف ان ما فيش اطفال يعني. وبعدين في مره اتجرأت كده قلت لها طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ انت بيتك مفتوح للرب وبتكرمينا كتير وكده، ودايما يعني بنشوفك في الخدمه، انت عندك حزن شويه او يعني في حاجه مضايقاكي؟ قالت لي انا بنتظر الرب في عطيه، بس انا شايفه لما انتظر الرب وانا في حاله الحزن ربنا يبص على حالتي فبسرعه ينفذ لما يلاقيني كده. فهي حاطه في دماغها ان لما تحط نفسها بالحاله دي قدام الرب، الرب ينظر ليها وبسرعه يتمم. فقلت لها لا، ده اللي هيخلص عليك بسرعه ابليس، لان هيدخلك في اكتئاب وامراض وهتبتلع فعلا. فقلت لها لما ننتظر الرب واحنا فرحانين تفرق كتير قوي. الحاله اللي فيها حنا هنا امتى وصل صموئيل؟ وهي مكتئبه ولا وهي فرحانه؟ هي فرحانه طبعا. وهي فرحانه. فهنا الفرق كبير جدا. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك وانت بتنتظر الرب تبقى في حاله حزن وتعب. لا، افرح وعيش الانتصار، واخد بالك، وسيب الرب يشتغل معاك في وقته يسرع به، وتثق في الهك وتفرح وتتعزى وتنسى ظروفك. لان وانا بنتظر الرب وانا فرحان يفرق كتير خالص وانا بنتظر وانا مكتئب وحزين. وده اللي عمله نحمية، قال لهم افرحوا وكلوا، فرح الرب هو طبعا قوتكم وانتصاركم. هو الانتصار الحقيقي. عندنا دقيقة بعد كده هنرجع للنشيد. هم اخرونا النهارده بس ممكن نزود حته صغيره. حته سؤال سريع. انا عارف انه كان صعب جدا انها تقدم صمويل للرب. يا ترى ربنا عوضها بعد مادة صمويل؟ نسمع ماركو بعديها. اتفضل يا ماركو. طب اتفضل. لا حضرتك لا صدقني بحب اسمعك. لا بتحطني في موقف صعب لما انت شويه عشان هم عطلونا كتير النهارده.
اتفضل يا بابا. طيب انا شايف ان التعويض موجود في اصحاح 2 وعدد 21، وشايف فيه تعويض ثنائي الابعاد. وهوضح اقصد ايه بثنائي الابعاد. في اصحاح 2 وعدد 21 بيقول كده: ولما افتقد الرب حنة حبلت وولدت 3 بنين وبنتين. البعد الاول للتعويض ده بعد زمني، حبلت وولدت 3 بنين وبنين وبنتين. ده البعد الزمني. في بعد بقى غريب جدا، وانا اول مره احس ان انا شفته في الايه دي، ما كنتش بشوفه قبل كده. انا بقف عند هذه الجزء واقول ان هو ده التعويض. اما في بعد روحي في التعويض، وهذا في وجهه نظري اعظم بكتير. بصوا البعد الروحي، نكمل الايه: وكبر الصبي صموئيل. طب ايه الفكره في انه كبر؟ يعني ما اي طفل هيكبر، صح؟ فين التعويض في كده؟ عند الرب. ودي كلمه خطيره جدا. الرب ممكن يديني اولاد وممكن يديني عطيه يكبروا قدام عينيا، بس مش عند الرب. على فكره ما كبرش قدام الرب، بس ده عند الرب. قيمته وغلاوته وهذا الطفل بقى يكبر عند الرب، مش اي نمو. مش بتتكلم عن نمو جسدي هنا. وانا بتخيل ان حنة كل سنه من سنه لسنه وتطلع تشوف القامه الروحيه اللي بقى فيها ابنها، وهي بتشوفه بيكبر وهيبقى هو قاضي اسرائيل. ايه الفرح والتعويض ده؟ ده تعويض غير عادي على فكره القلب اي اب واي ام، ان يشوف ابنه بيكبر عند الرب، مش بس بيكبر قدام عينيه. في رايي ان هذا تعويض اعظم بس من مجرد ال5 اولاد اللي هو ادهم لها. وقالت انه يكون للابد عند الرب. دي كلمه خطيره جدا. هي رضعته من لبن النعمه، فكبر على ده. وبعدين الفطام عملت حركه تبديل الكراسي. الفطام المفروض ان مين اللي قدامه؟ امه، مش كده؟ هي شالت نفسها من المشهد وبعدين قالت له الرب اهو. ده الشبع الحقيقي. تمام. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. لما جت قدمت صموئيل، هي قدمته وماشيه. انت خدت التعويض لما جه، لكن هي لما قدمت صموئيل قامت مديه ظهرها وماشيه. فعلي الكاهن ندى عليها: لا تعالي، انت رايحه فين؟ ايوه. وانت فكرك لما تخلطي على الرب بايدك الصغيره مش هيخلط عليكي بايده الكبيره؟ طبعا. ده انت جايه وبتقدمي للرب باسلوب العبيد. الرب مش هيعوضك باسلوب الملوك. قال لها تعالي تعالي تعالي. بعد كده الرب امر بايه؟ ب3 ولاد وبنتين. يعني فكت صموئيل من الرب بكام؟ ب5 عطايا. وده المؤمن الناصح الناضج الفاهم، بيخلط على الرب وقلبه تقيل. واخد بالك؟ احط صموئيل، احط الغالي عند رجلين الرب، ما عنديش مشكله، لان الرب ليس بظالم حتى ينسى. يعني اله التعويض. واخد بالك؟ ده مهم جدا. فده بالنسبه للحته دي. كنت عايز تسال حاجه تاني؟ انا من الحاجات الغريبه انها يعني المفروض انها يعني لحد ما يكبر مثلا 15 16 وتوديه، مش محتاج لعنايه. لكن فطمته يعني 2 الطفل 2 ده محتاج لعنايه. عالي الكاهن مش فاضل عيل صغير محتاج كده. لكن مستغرب قوي ان وديته عندي 2 وسابته. خلي بالك كمان ان حنة عندها رجوله روحيه وعندها صدق في العهود. لما قالت ان الرب عاريه، لما قالت للرب ان الطفل عاريه ونذير، راحت علشان توفي باللي عليها. وده مهم جدا. وبعدين هتلاقي ان هي لما راحت تقدمه قدمته ب3 ايه؟ 3 تيران. تمام. وحطت الزيت وحطت الخمر والكلام ده كله. في سفر العدد اللي عاوز يراجع عشان وقت البرنامج، سفر العدد اصحاح 15 من 8 ل 10. ده في التقدمه التي تتمم النذر نفسه. تمام. فده كل الشروط اللي هي موجوده هنا هي نفذتها بالظبط، بس زودت عليها كمان. وهنا بنشوف انها كان عندها صدق في عهودها مع الرب، ودي رجوله روحيه. ياما بنوعد ربنا بحاجات وبعد كده عند الجد بنخلع. وبعدين هنا راحت تودي العطيه للعاطي عشان ما تنشغلش بالعطيه وتنسى العاطي. وده طبعا دي مدرسه كبيره. حنا مدرسه كبيره، يعني بنتعلم منها حاجات كتيره جدا. يعني مش عارف ندخل على النشيد. طبعا ده لازم. النشيد ده اساسي. ما نقدرش يعني نقفل الحلقه من 10 دقايق. انا بعد الدكتور ماركا هاخد بس الاعداد الاولى لانها مهمه جدا.
بس الفرصه في النشيد، اتفضل. عندنا 4 دقائق. تمام تمام. طيب انا ممكن اضيف كلمه للكلمه الاخيره. لانه انا شخصيا وقفت قدام الرب وقلت له يا رب، هي ازاي الست دي كان عندها هذه القوه للايفاء بالنذر؟ يعني ازاي عندها قوه؟ مش قالت كلام تحت وطأة الموقف عشان تاخد الواد وبعد كده لزقت فيه، لا، كان عندها قوه انها تنفذ اللي وعدت الرب بيه. وعمليا في حياتي اتكلم عن نفسي، ويمكن حد بيسمعنا نفس المشكله، ياما وعدت الرب بحاجات وما عملتهاش. ليه فشلت؟ بسأل نفسي سؤال عملي، ليه؟ الست دي اتقال حاجة عنها غريبة جدا في عدد 24 في الأصحاح الأول، في حرف كده غريب بيربط ثم حين فطمته أصعدته معها، بعد كده بي أصعدته ب3 ثيران وإيفة دقيق وزق خمر. وأنا قعدت قدام الرب قلت له طب أنت عايز تقول لي في الكلام ده عمليا أتعلم إيه؟ قال لي 3 ثيران أو الثيران بيكلمنا عن الذبيحة وعن قوة عمل الصليب في حياتك. لو الصليب مش عامل في حياتك للإماتة على طول يا مارك، مش هتقدر توفي نذورك ليا. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إيفا الدقيق. الدقيق بيكلمنا عن حياة المسيح، وقال لحضرتك عايش حياتك، عايش بحياتك بقوة حياتك بإرادتك الذاتية، مش عايش بقوة حياة المسيح، استحالة توفي بالنذور، واستحالة تقدر تعيش الحياة اللي أنا عايزها منك. ثالث حاجة الخمر، عمل وأفراح ومعونة الروح القدس. لخصت ال3 في عبارة واحدة أقولها عشان لو حد عايز يركز من اللي بيسمعنا: لن أستطيع الإيفاء بنذوري وعهودي للرب بدون قوة عمل الصليب في حياتي. استحالة. هو قوة الله للخلاص في حياتي للإماتة، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. دي الدقيق. بقوة عمل الروح القدس زق الخمر. أنا محتاج لدول عشان أقدر أعيش اللي الرب عايزه مني. وبدون الصليب الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. انتهى الموضوع. أي حاجة تانية أنا عايز. أمين. ال3 ثيران دول، الأولاني كان شكر من أجل الابن، الثاني كان للتكريس والتقديس، واخد بالك؟ ويعني كل واحد من دول كان ليه حاجة معينة، بس أنا باختصار عايز أدخل بس بسرعة. فصلت حنا وقالت فرح قلبي بالرب. ليه ما قالتش فرح قلبي بصموئيل؟ لأن قالت هو ده لما الرب خدها على خط الشبع الروحي، بقى الرب هو الأول في حياتها، فقالت هو ده اللي بيشبع القلب وهو ده السند الحقيقي. فصلت حنا وقالت فرح قلبي بالرب. يبقى اللي قالت إني امرأة حزينة الروح، الرب حول الحزن لإيه؟ لفرح. وإذا كان في حد بيشوفنا النهاردة وعنده في قلب حزن، ادي فرصة للرب إنه يبدل الحزن بإيه؟ بفرح. فصلت حنا وقالت فرح قلبي بالرب. دي نمرة 1. نمرة 2 ارتفع قرني بالرب. القرن هنا بيرمز للانتصار، من الإذلال للانتصار. فالرب اللي هي كانت بتقول في الأول خالص انظر إلى مذلة آمتك، فهنا بتعيش الانتصار. اتسع فمي على أعدائي، قصاد التجريح والمعايرة رد اعتبار. إذا كنت جرحت كتير من الناس، لكن انتظر الرب اللي هيرد اعتبارك. بتقول بقى حتة خطيرة جدا هنا، بنشوف الرب اللي ليه التغيير، ليه السلطان على تغيير المشهد تماما. بتقول لأني قد ابتهجت بخلاصك. يبقى هنا بنشوف الرب اللي ايه؟ خرجها من حياة الاكتئاب للابتهاج. وهنا بتقول لأني قد ابتهجت بخلاصك. ودي أهم حاجة حصلت في حياة حنا. والنهاردة الرب عاوز يخرجني من حالة الاكتئاب ويديني الابتهاج، بس بشرط ان انا اقول له يا رب خش لحياتي. ادي فرصة للرب النهاردة انه يبعت، اخرجي من الحالة اللي انت فيها واخرج من الحالة اللي انت فيها، وهتلاقي نفسك بتقول له يا رب لأني قد ابتهجت بخلاصك. هو ده الإله اللي احنا عارفينه، اللي ليه السلطان على تغيير المشهد تمام. كمل يا اخي صبحي بعد اذنك. بصدق لا يعني كمل يا اخي صبحي 10 ثواني. يعني انا عشان الوقت بتاعكم، بس حقيقي يعني النشيد كمان قالت فيه والعاقر ولدت 7 بنين، والسبعة ده عدد الكمال. عايزه تقول النهارده لكل مؤمن بينتظر الرب ان ليه خطه تعويضيه كامله من الرب. امين. يعني اذا كان النهارده ما فيش انتاج، اذا كان النهارده بنتكلم عن حاله كان فيها واحده عاقر، لكن بتقول في الاخر والعاقر ولدت 7، ليه خطه تعويضيه كامله من قبل الرب. لو كنت بتثق في الرب كمان لازم تصدق كل كلمه الله بيكلمك بيها النهارده. فالعاقر اللي هي عاقر ولدت 7. يمكن واحد يعترض ويقول لك دول 3 ولاد وبنتين وصمويل يبقوا 6.
كان زمان البكر بيتحسب ب2 فيبقى العدد كله على بعض 7. وهنا بتقول ان في خطه تعويضيه بتنتظر كل مؤمن كامله. خطه تعويضيه كامله. ما اجمل ان القصه تبدا ببكاء واكتئاب قلب، لكنها تنتهي بنشيد وافراح وابتهاج. ربنا يحول الكلام ده في قلوبنا. وبشكر رب جدا لوجود الاخ صبحي والدكتور مارك، وجوده في وسطنا كان رائع، وارجو ان يكون بركه ولمس قلبك وغيره ويغير الاكتئاب الى ابتهاج وفرح. والى اللقاء في الحلقه القادمه. انت ان الرب في مجد.